ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. حاجات لازم تعمليها وقت الامتحان. الحاجات دي هتفرق معاكي جدا، والنصايح اللي انا هقولها لك ان شاء الله تخليكي تطلعي من الاوائل. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على طول، علشان هقولك على اهم نصايح لازم تطبقيها وقت الامتحان او لو انت في اللجنه. يلا بينا نبدا على طول. بس قبل ما ابدا معاكم عايزاكم تبعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم اللي انتوا بتحبوهم عشان يستفيدوا من الفيديو، وعلشان كمان يقدروا ان هم يتعاملوا مع الامتحان صح. يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هقولك ازاي تبتدي اصلا يومك وانتي رايحه الامتحان. بلاش تاخدي الموضوع على نفسك قوي وتوتري نفسك وقلقانه وانا بكره عندي امتحان ومحدش يكلمني والحاجات اللي احنا بنعملها دي. فكره ان انتي تحطي نفسك تحت ضغط ده بيخليكي اصلا ما انتش قادره انك تركزي. فاول حاجه لازم تحافظي على هدوءك. الموضوع عادي وبسيط، ولو انت بسطتيه على نفسك هتلاقي الموضوع بسيط جدا جدا. تاني حاجه بقى عشان تقدري ان انت تتعاملي مع الامتحان صح وتقدري ان انت تكوني متدربه اصلا على الاسئله، شوفي الفيديو اللي فات. ولو انت ما شفتوهوش، يعني لو انت شفتيه يبقى تمام قوي كده، كملي معايا الفيديو للاخر. تاني حاجه مهمه جدا يا بنات، قبل الامتحان حاولي ان انت تاكلي حاجه في البيت، يعني تاكلي اي حاجه تكون خفيفه. ويا سلام بقى لو شويه خضار كده على الصبح، بجد ده بيدي انتعاش للجسم وطاقه كده. فحاولي تعملي سندوتش جبنه كده مع شويه خيار وشويه جرجير. بجد الموضوع ده بيفرق جدا جدا يا بنات، ان انت تاكلي حاجه خفيفه الصبح قبل ما تروحي الامتحان، افضل من ان انت تروحي من غير ما تكوني واكله، لان ده اصلا بيخلي في وجع في المعده كده وبيخليكي كمان مش مركزه. وكمان تشربي كوبايه قهوه. القهوه هتخليكي فايقه ومصحصحه ومركزه، وهتزود طاقتك كمان، خصوصا لو انت رايحه خلاص هتمتحني الصبح حوالي الساعه 8. حاولي انك تقومي بدري شويه، ساعه. طبعا احنا بنقوم عشان نذاكر ونراجع قبل ما نروح الامتحان. وخدي كوبايه قهوه، بجد هتبقي داخله الامتحان ما انتش نعسانه بقى وعايزه تنامي ومرهقه ومش عارفه ايه والحاجات اللي احنا بنبقى فيها دي. فكوبايه القهوه هنا هتساعدك على التركيز، هتساعدك او هتزود طاقتك كمان. تالت حاجه بقى مهمه جدا، ممارسه الرياضه. يا سلام يا بنات لو انت كده المدرسه قريبه منك واخدتيها مشي. في المشي اصلا انت هتمارسي الرياضه، كمان هيبقى عندك وقت ان انت تراجعي. من الحاجات اللي بتفرق معايا جدا جدا، لما كنت ببقى رايحه الامتحان كنت باخدها مشي من بيتنا لحد المدرسه، وكمان كانت بتقلل من التوتر والقلق. ولو مش قريبه منك حاولي تنزلي بعيد عنها شويه وتاخدي المسافه دي مشي كده، وهتكوني كمان زودتي الطاقه في جسمك. وبجد الموضوع بيفرق جدا جدا يا بنات. فممارسه الرياضه قبل دخول الامتحان بيفرق جدا. انا عارفه ان انتوا دلوقتي بتقولوا يا نادي يعني احنا في ايه ولا في ايه، بس صدقوني لو طبقتوا الحاجات اللي انتوا شايفينها بسيطه دي هيبقى عندكم هدوء كده وقادرين ان انت تتعاملي مع الامتحان بمنتهى السهوله. رابع حاجة بقى مهمة جدا، قبل ما تبدأي ورقة الامتحان أو قبل ما تستلمي ورقة الأسئلة، حاولي إن انت تكوني هادية وحافظي على هدوءك. أهم شيء إنك تكوني محافظة على هدوءك. وبعد كده بحب إن أنا أقول الدعاء ده: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بتحسي إن هو في سحر فعلا، بجد هتحسوا ان الامتحان يعني حاجه عاديه خالص بالنسبه ليكي. كل حاجه يعني بتبقى بسيطه جدا بالنسبه ليكي. النصيحه اللي بعد كده يا بنات وهي مهمه جدا، حاولي ان انت تقري ورقه الاسئله بالكامل قبل ما تبداي الاجابه. خلاص انت استلمتي ورقه الاسئله، اقري كل الاسئله اللي موجوده عندك، وبعد كده فكري ان انت تحلي. ما تاخديش انا قرات السؤال ده شك 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 وهكتب مش عارفه ايه، لا حاولي ان انت تقراي ورقه الاسئله كلها عشان يكون عندك خلفيه عن الاسئله اللي موجوده في الامتحان بتاعك. وبعد كده ابدأي حلي سؤال سؤال، ومن هنا بقى ابدأي سطري كده الورقة بتاعتك وظبطيها وخلي شكلها، ورقة الإجابة طبعا خلي شكلها حلو. وابدأي خدي سؤال سؤال حليه، ولو وقف معاكي سؤال ما تقفيش عنده. وده حاجة أنا دايما بطبقها على فكرة بنات، إنك لما تقف معاكي سؤال ما تقفيش بقى أنا مش فاكرة أنا مش عارفة إيه وتبدأي إن أنت تضغطي نفسك وتوتري نفسك. لا، شوفي السؤال اللي بعده ممكن يكون سهل بالنسبه ليكي وتقدري ان انت تحليه. حلي كل الاسئله اللي انت اوريدي عارفاها، وبعد كده هترجعي للسؤال اللي انت ما انتش عارفاه. ومن اهم الحاجات يا بنات انك لازم تكوني لابسه ساعه في ايديكي، لان الساعه هي اللي هتخليكي مركزه الوقت بتاعك قد ايه، بدل ما تقعدي كل شويه تشتتي نفسك وتشتتي الناس اللي حواليكي وتقطعي تركيزهم وهم بيحلوا، زمايلك طبعا، وتقعدي تسالي هو فاضل وقت قد ايه. لا،
البسي ساعة في ايديكي، ولما تبقي حابة تشوفي فاضل وقت قد ايه بصي في الساعة. النصيحة اللي بعد كده التسرع، ما تحاوليش ان انت تحلي السؤال وما تراجعيش عليه. التسرع ده من اسوأ الحاجات اللي بيوقع رويدة اصلا في ان هي تكون عارفة الإجابة، ولكن من كتر ما هي متسرعة إن هي تخلص الامتحان عشان تخلص في الوقت أو تخلص قبل الوقت، ده بيخليها تحل حاجات غلط وبيخليها تنسى حاجات. فمن أهم الحاجات يا بنات إن انت ما تكونيش متسرعة. الحاجة اللي تحليها حاولي ان انت تراجعي عليها مرة واتنين وتلاتة. قبل ما تسلمي الورقة بتاعتك اصلا لازم تراجعي عليها سؤال سؤال، وتراجع عليها بتركيز. صدقوني بتنسوا حاجات بتكونوا عارفينها، بتكتبوا حاجات غلط، ولما بتيجوا تراجعوا عليها بتكتشفوا ان هي غلط فبتعدليها تاني للصح. فمن اهم الحاجات يا بنات ان انتوا تراجعوا على الورقة بتاعتكم، ما تكونوش مستعجلين، ما تكونيش متسرعة في الحل بتاعك. حاولي ان انت تفكري كويس جدا، وده اللي هيساعدك عليه. لو انت هادية هتحلي بهدوء كمان. فمن اهم الحاجات يا بنات ان انت ما تكونيش متسرعة. وتاني حاجة تراجعي على كل سؤال انت بتحليه وعلى كل نقطة موجودة في السؤال. اوقات في ورقة الاسئلة بيكون في اصلا جوه السؤال نقط من السؤال نفسه، وبتنسيها اصلا، ما بتاخديش بالك منها من كتر ما انت مستعجلة ومتسرعة. لا، خدي وقتك بالكامل، ما تسلميش الورقة اصلا قبل الوقت ما يخلص. انت ليكي ساعتين او ليكي 3 ساعات في الامتحان، فما تخلصوش في انت في ساعة ونص وتسلمي الورقة عشان ابان قدام زمايلي بقى ان انا حلة وان انا خلصت ورقة الامتحان بسرعة جدا. لا، خدي وقتك خدي وقتك كله. ما تحاوليش تسلمي الورقة بتاعتك غير لما الوقت يكون خلاص على وشك ان هو يخلص، وتكوني متأكدة من كل الإجابات بتاعتك قبل ما تسلمي الورقة بتاعتك. آخر حاجة بنات، وقت الامتحان. وقت الامتحان خدي ازازة مية معاكي، وكل شوية اشربي المية. المية بتساعد على التركيز، وبتخليكي مركزة، وبتخليكي عندك طاقة حلوة جدا ان انتي تفضلي عمالة تكتبي او عمالة تجاوبي على الاسئلة. فمن اهم الحاجات ان انتوا تاخدوا كوباية مية معاكم، بجد من الحاجات المهمة جدا جدا، واللي بتفرق معانا شخصيا ومع رويدة اصلا ان انا لازم احط لها مية كل شوية. ماما هاتي مية، ماما هاتي مية. ده من الحاجات برضو اللي بتظبط الموضوع جدا جدا. وبس كده يا بنات، دول اهم نصايح كنت حابه ان انا اقولها لكم عشان تطبقوهم وقت الامتحان عشان ان شاء الله تطلعوا من الاوائل. قولوا لي انتوا استفدتوا من الفيديو ولا لا، وانزلوا اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات. واشوف وشكم على خير يا رب. ما تنسوش بقى قبل ما تمشوا تحطوا لايك للفيديو ده، وتبعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم عشان يستفيدوا منه. اشوفكم وشكم على خير. باي.